ونعود مرة أخرى إلى فترتنا وإلى شبابنا المتحمس والمتميز أيضا الذي يقدم الكثير والكثير للإسكندرية ولمصر كلها. معنا الحقيقة طبعا مجموعة شباب اللي انتوا يمكن حفظتوا أساميهم الحقيقة، لكن احنا بينضم إلينا عبر التليفون الأستاذ محمد عزت فرحات مدير اتحاد شباب أليكس على الفيسبوك، ودي من ضمن التكنولوجيا الجديدة الحقيقة اللي أضيفت لنا من خلال تعامل الشباب اللي معانا في حملتنا للتوعية بنظافة الإسكندرية. معانا أستاذ محمد، بنقول ألو. ألو. أيوة مع حضرتك. أهلا وسهلا أستاذ محمد، بنرحب بحضرتك. الله يخليك يا رب. يعني حضرتك مدير اتحاد شباب أليكس على الفيسبوك، عايزين نعرف اولا اتحاد الشباب ده يعني كام عددكم وتكونتوا ازاي وتجمعتوا ازاي؟ لا، هو في البدايه الفكره بس بدات كانت بواحد اللي هو صاحب الفكره عرض الفكره عليا وكده، وعملنا تجمع للموضوع، عايزين نعرف ايه راي الناس او ايه راي رد الفعل للموضوع ايه عن طريق الفيسبوك وكده طبعا. عملنا تجمع، عرفنا غلطاتنا، عرفنا ايه اللي ممكن يشد الناس، عملناها صفحات مفتوحه. طبعا الشباب دلوقتي زي ما حضرتك عارفه الى حد ما مش جهه تنفيذيه قوي قد ما هم جهه ممكن تكون بتساعد مش اكتر، هي جهه عقليه بقت اكتر يعني. فقلنا ازاي عايزين نوصل للشباب ان هم يكونوا مصدر قرار او بمعنى اصح مصدر افكار تنفذ. عملنا اجتماع وعملنا موضوع من اوله. طبعا في الاول واجهنا صعوبات كتير وواجهنا حاجات كتير كمعروف، كانت في حاجه بتبدا، بس الحمد لله مع الوقت ابتدينا نوصل في الفيسبوك، وحاليا بقينا 3000 تقريبا. ايوه، مش شاب من اسكندريه هنا. ابتدينا نوسع نشاطنا، نشوف الافكار ايه، عملنا انشطه كتير، ابتدينا نشوف حد يرعانا، نبدا نبقى كيان مؤسسي واحده واحده يعني بمعنى اصح، عشان يكون الكيان ده من اول حاجه يعني من اكبر حد لاصغر حد كله شباب. شباب بتوجه نفسها، شباب عارفه ايه الصح من الغلط من غير ما حد يقول لها حاجه. بمعنى ان احنا خلاص صرنا حاليا مع زي حضرتك عارفه طبعا التكنولوجيا وكده والتواصل. طبعا عايز اوصل من ناحيه الشباب ان هي مش شباب كسن او كده، شباب العقل وشباب القلب. دي حاجه معروفه يعني. احنا حاليا معانا ناس مختلف اعمار، معانا ناس في ال40، معانا ناس في ال30، معانا ناس في الثانوي. يعني انتوا لما انشأتوا او جت فكره تكوين الاتحاد ما حددتوش، ما كانش فيه تحديد للسن يعني، كانت مفتوحه كل من يشعر بشبابه زي ما انت قلت شباب العقل او شباب القلب عليه الانضمام. تمام كده بالظبط. فالموضوع الحمد لله واحده واحده اتوسع، ابتدينا نعمل انشطه، ابتدينا نتجمع في كيان. طبعا لازم يكون لنا كيان مؤسسي لحد ما معترف بيه عشان نقدر نمارس عملنا بحريات اكتر والتعامل مع مؤسسات يكون عن جهه رسميه. ابتدينا نشوف جمعيه ترعانا اللي هي جمعيه اصحاب الخير وكده، الحمد لله كانوا مشكورين تعاونوا معانا وادالنا فكرتنا، وابتدينا نعمل اجتماعاتنا في المقر هناك وكده، وهم الداعم الرسمي لينا او الراعي الرسمي للموضوع يعني. ابتدينا نعمل انشطه، وابتدينا نشوف ايه المطلوب مننا ان احنا نعمله في الفتره الجايه بمعنى اصح. محمد معلش انا عايزه اسالك، هل انت قلت لي وصل عددكم ل 3000؟ ال 3000 دول فعلا ناس مقيمه في اسكندريه، يعني ما كانش في حد من الخارج، يعني هو اسكندراني مثلا بس متواجد في الخارج او خارج اسكندريه، لكن كلهم مقيمين. ان لم يكن ممكن يكونوا في حدود 100 وي، هم دول لحد ما يكونوا رايحين جايين زي اسكندريه قبل كده، عارف اسكندريه بالظبط. حاليا بيكون في بينا كونكشن بين اي حد واي ممبرز عامه في الجروب، لازم يكون في بينا وبين بعضهم كونكشن عشان الى حد ما يكونش جروب عدد على الفاضي، ما يكونش جروب عدد وخلاص. طيب لما بتيجوا تعملوا الاجتماعات، التواجد بقى في الاجتماعات الفعليه، يعني ما هياش مجرد الدردشه والمحادثه من خلال شبكه الانترنت، لكن لما بتتواجدوا في اجتماع فعلي في داخل مقر الجمعيه، هل بيتم تواجد عدد كبير برضو ولا في ناس بتكتفي بالكتابة معاكم والمخاطبة فقط؟
لا حضرتك هقول لك على حاجه. دلوقتي احنا اجتماعاتنا الى حد ما بتكون هدفها ان احنا لما نجمع ال 3000 نجمعهم في حاجه تتعمل. بمعنى ان اجتماعاتنا دايما بتكون بحيث اقتراحات او معنى اصح شبه اداريه الى حد ما. طبعا ادارتنا احنا يعني وضع الخطط اللي ممكن تنفذوها. تمام بالظبط. فاللي بيشوف ان هو عنده حاجه او عنده حاجه ممكن يجي يضيفها بيجي يضيف في الاجتماع. طبعا الاجتماع بيكون مفتوح لاي حد في الاتحاد. انما في فئه معينه اللي هي الاكثريه بمعنى اصح دول لحد ما بيحبوا يميلوا الى التنفيذ اكتر. فدول لحد ما يقولوا يا جماعه مثلا في نشاط الفلاني يوم كذا، ده العدد مفتوح ل 3000 بوجه عام. انما نقول اجتماع اداري فبيوصل من حدود 40 لحاجه و30 حاجه زي كده بالظبط. العدد بيتراوح يعني الى حد ما حسب الافكار المطروحه حسب الكميات الموجوده. بنبدا ننزل نشاط وبنبدا ننزل نشوف ايه اللي هنعمله بالظبط. مثلا كان في امبارح كان في زياره، تمام، زياره دار ايتام دار مسنين. قلنا يا جماعه كذا 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 ونزل الدعايه اوكي واتكتبت والناس شافتها اوريدي. العدد مفتوح لجماعه معينين يجوا اللي هم جوه الاتحاد. فاهماني حضرتك؟ نفس النظام كده بيمشي على طول. انما الاجتماع الاداري حاجه ولحد ما الانشطه حاجه ثانيه. الانشطه طبعا مفتوحه لكل اهالي اسكندريه. اتفقتوا على تنفيذها وبديتوا خدتوا فيها خطوات فعليه؟ في انشطه طبعا اتنفذت وفي انشطه لسه بتتنفذ وفي اللي هيتنفذ ان شاء الله. اللي اتنفذ قبل كده كنا اول ما بدانا الفكره خالص كان يعني لحد ما نشاط مشترك مع جمعيه صحافه الخير اللي هي اتبنت الموضوع. كان هي شنطه رمضان. يعني لحد ما لو حضرتك تلاحظي ان معظم الجمعيات الخيريه عندها الى حد ما الدعم الفني والدعم التقني وكل حاجه الا الدعم اللي هو اللي انا صح الدعم الشبابي اللي هي الروح الطوعيه الموجوده الى العدد الكافي. سواعد الشباب. تمام تمام. فاحنا ده كان هدفنا اكتر حاجه ان احنا نعمل شباب يروح هو اللي يعمل حاجه. معنى صح ان احنا عندنا الدعم المادي موجود، عندنا الدعم كل حاجه موجوده الا اللي بيقولوا بالظبط اليد العامله في الخير معنى صح او اجتماعيه بوجه عام. تمام. عملنا شهر رمضان والحمد لله نجحت الحمد لله يعني. بس اول شهر مشترك مع شركه مع جمعيه الصحابه. قمنا بقى بعد زيارات لدور ايتام ودور مسنين. بس بمعنى ان احنا ما بنعملش زيارات وخلاص. لحد ما الزياره بتكون دراسه احتياجات دار. بنشوف الدار دي ايه اللي ناقصها. احنا مش جهه حكوميه بس احنا نقدر نوصل الصوت اللي جوه الدور للجهات الحكوميه او ما صح للاعلام هو اللي يوصلها للجهه الحكوميه. تمام. ده اللي كان موجود امبارح كان موجود قبل كده. ده كان موجود كتير الحمد لله. السيستم ماشيين عليه على طول. في حاجات قبل يعني هتبقى قبل للتنفيذ الفتره اللي جايه ان شاء الله. هي اتنفذت وقبل للتنفيذ وحسب الانشطه اللي جايه ان شاء الله. كنا عملنا انشطه دينيه في رمضان اللي فات اللي هي تقريبا كان يعني ده نشاط جمعيه عادي. لا انا عايزه اشوف الحاجه اللي بتنعكس على المجتمع ككل. يعني اي نشاط جمعيه احنا عارفينه كلنا عارفين نشاط الجمعيات الخيريه. لكن انا بقول يعني مثلا حمله الشباب عندنا هنا او مشاركه الشباب معانا بتوع شعبه اعلام كان الغرض منها ان احنا هنساهم في تجميل ونظافه الاسكندريه. ده هيعود على المجموع وعلى المحافظه كلها. انا عايزه هل عندكم فكر يعود على المجتمع ككل ما هياش بيخاطب فئه معينه او في فترات معينه؟ هقول لحضرتك حاجه. اوريدي احنا كان من حدود شهرين بالظبط كنا بنتكلم في حمله يعني الى حد ما هي تقريبا نفس الحمله شويه اللي هي اصلا الى حد ما بتشغل الشارع كله الشارع المصري مش الشارع الاسكندري بوجه عام اللي هي حمله النظافه. حاليا هي موجوده حاليا. كنا قلنا ان احنا كنا هنعملها قبل كده باسم كنا اخترنا لها اسم كده مبدئي كنا هنسميها وهنشوفها احلى. وكان حضر لها كاست وكنا ان شاء الله ناويين ننزل المحافظه وكان حضر لها كاست كامل كاست دي ليها عايز ان احنا نبدا فيها ان شاء الله من اول شهر 3 او على نص 3 كده ان شاء الله. كل لحد ما اكتمل الاساس بتاعها لازم ننزل الشوارع ونشوف ايه احتياجات الناس سواء بتوعيه وسواء في ناس هتكون قدوه لغيرها ان هي تنظف الشوارع وتحسس الناس ان دي مش حاجه صعبه. دي حاجه مش عيب ان انا انزل انظف قدام بيتي. مش لو كل واحد نزل قدام بيته بس هيعمل حاجه. لحد ما امبارح قابلت مروان وكلمنا الحمله اللي موجوده اوريدي فعلا. طبعا لو كل واحد فينا اشتغل لوحده مش هنعمل حاجه. لحد ما لما يكون في فكره موجوده هنا اوريدي وفي فكره موجوده هنا اوريدي نفس الفكره لما نتجمع كلنا في حاجه واحده اكيد التاثير هيكون اكبر بكتير قوي. لما يتسلط على حاجه يعني اعلام هيتسلط عليها كل واحد هيتسلط عليها هتوصل للناس اسرع اكثر ما يكون تجمعات كتير. فقعدنا امبارح بصراحه وشرح لي الموضوع بالتفصيل. وطبعا ما كانش عندنا اي مانع. كان معايا الاداره كلها في الاتحاد ما كانش عندنا اي مانع ان احنا نكون معاهم يعني. وطبعا ده لنا الشرف. دي حاجه يعني هننظف اسكندريه هي المفروض يعني عروس البحر المتوسط عايزين نرجع الاسم ده زي ما كان زمان ما يكونش اسمه خلاص. تمام. طبعا احنا اولا بنرحب بيكم معانا اضافه او انتوا ترحبوا بينا معاكم. مش ده شرف لينا حضرتك والله. مين مع مين مش هي دي كلنا اسكندرانيه كلنا لحد ما يعني كلنا نبقى ايد واحده من اجل محافظه اسكندريه.
يمكن طبعا. انت زي ما سمعت معانا ان احنا بدينا بنوع من التوعيه في اول امبارح، والنهارده هنتابع لحد يوم الخميس ان شاء الله توعيه السكان القاطنين في المربع السكني اللي اختارته محافظه لتطبيق التجربه عليها. الحقيقه ده كان مهم جدا ان احنا يمكن لما فكرنا ان احنا بقى فعلا نستغل مجموعه الشباب اللي معانا وننزل، لان حضرتك عارف المنشورات ممكن في ناس بتقرا وناس مش هتتوقف تقرا او ما بتعرفش بالغالبيه تقرا العظمى مش تقرا طبعا. التلفزيون ممكن ما يتشافش، الاذاعه ممكن ما تتسمعش، فقلنا لا، الاتصال المباشر هو ده اسلم طريقه. فطبعا احنا ان شاء الله النهارده الساعه 3 هنتوجه نفس المنطقه ونفس المربع السكني، هنستكمل دورنا ورسالتنا. بكره هيبقى برضو ميعاد